نرحب بكم مشاهدينا الأكارم في نشرتكم الإخبارية لهذا اليوم، حيث نستهل عناوين بأهم أحداث الساعة. وسط أجواء استثنائية ممزوجة بعشق كرة القدم والنغمة العالمية، شهدت مدينة ميامي الأمريكية ليلة أمس افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بحفل أبهر العالم على أرضية ملعب هارد روك ستاديوم. نجم الراب العالمي ذو الأصول المغربية فرنش مونتانا كان على رأس المشاركين في هذا العرض الفني المذهل، حيث خطف الأضواء بارتدائه قميص المنتخب المغربي المزين بخريطة المملكة كاملة، في إشارة قوية إلى ارتباطه بأصله وهويته الوطنية التي لم يتنكر لها أبداً على الرغم من وصوله إلى القمة في العالمية. كما شهد الحفل مشاركة النجم الأمير كيسواي والثنائي اللاتيني فيكينا وريتشيليو ضمن لوحة موسيقية مفعمة بالإيقاع والنبضات اللاتينية، وتحت إنتاج الموسيقار العالمي إيميليو إستيفان جونيور الفائز بعدة جوائز غرامي. وتضمن العرض أيضاً لحظات قوية للتضامن والنقاء الثقافي، حيث دخل لاعبون شباب يحملون شعارات الأندية المشاركة في البطولة إلى وسط الملعب، لتتشكل لاحقاً كلمة فيفا في لوحة جماعية ترمز إلى وحدة العالم حول كرة القدم. فرنش مونتانا لم يخف في تصريح له قبل انطلاق الحفل سعادته بهذا التجمع الدولي على الأرض التي وصفها ببلده الثاني ميامي، وقال: نحن نجعل من كرة القدم والموسيقى لغة واحدة للتواصل بين شعوب العالم. وتنطلق المنافسات بعد حفل الافتتاح ضمن نسخة قياسية تشهد مشاركة 32 نادياً من مختلف القارات، حيث يلتقي نادي الأهلي المصري نظيره إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية، في حين يستعد نادي الوداد البيضاوي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في بداية مشواره بالبطولة في 18 من يونيو الجاري. هذه التظاهرة الكروية التي تنسجم مع رؤية فيفا في استخدام كرة القدم للتقريب بين الثقافات تؤكد أن اللعبة لم تعد رياضة للتنافس داخل الملعب وحسب، بل جسر للتواصل والنقاء الثقافي بين شعوب العالم. نهاية نشرتنا لهذا اليوم، كنتم مع ماروك تي في. أمل أن نلقاكم في نشرات لاحقة بأخبار أكثر تشويقا. إلى اللقاء.